اللي بقول فيه في البنات يا يوم انا اتغربت بابي ومشيت في بلد البنات بل النهور الجامحه فوق الريح تشابي وسنانات بلا شخ بالحليب الضاوي يرهج في الكبابي ومشي لا قدام صوره نصف في القصيده المفلس قال ان كان له القروش ان شاء الله طايري انا معلم الله لي حوالينا سن فرطاقه ما دخل الجرابي والليل يهود وهز درعات وارفع في حجابي بقدر غناي الا في المنادر مثل الناس والصليح طنبراب فحبوبتها سمعت القصيده زعلت قالت انا ولدي ما هو كده ولدي رسل من قروش وبعدين اترفض يعني واسماعيل سوى حاجه مطنبرابي وفي درب البنات ومفلس فكانت بارتهجه اسماعيل. نعم. طيب احنا نسمع ده اسماعيل لحنا؟ اسماعيل لا ما انا ما انا لا انا عنده مقوله ثابته بيقول لما يقول لما حفظت الجواب قال والله انا واقف مع حبوبتي عشان كده زعلان مع حبوبتي. ما الوضع حفظها كده ما حفظها. نعم. ابيت احفظها لكن هي قصيده جميله ما في شك يعني. نعم. وحبوبتنا كانت على السهج اسماعيل. ثاني تراجعت قالت انا بدل اخش مع شاعر زي ده في مهاجر طبعا نوع من الادب يعني المره كانت مؤدبه جدا فقالت انا الوم لوم خفيف ولو صلح كلامه واعتذر خلاص ولو ما صلح كلامه بعد ذاك بهجوه. ده معناه نعم زوج عنده قدره انه يكتب الشعر ووقت ما هو حد. نعم هي جاهزه هي ادواتها وزي ما بيقولوا معداتها يعني جاهزه في كل وقت وكل حين وزي ما حيصل بعدين من ثنايا الحلقه انها هي في بعض المواقف في التو الحين بترتقي القصيده وقصيده بتلقى فيها متوفره فيها كل عناصر بناء القصيده. ده كله حقيقي. ايوه لكن اللي يهمني في الموضوع ده لما هي سمعت قصيده اسماعيل حسن او الرد بتاعه هي بدت في هجاوي. هي ده يعني بألفاظ قوية كده لكن بعد ذاك بخلقها وبطبعها زي ما قال أيوب قالت الكلام ده ما بيشبه أيضا كتبت وأيضا ردت. قالت أنا ألومه بداية وإذا اللوم ده خلاص جاب كان عنده منتوج فبيها وما عنده منتوج بعد ذاك تواصل في الماء وبعد يعني نسترسل فيها إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. نسمع. هالليلة اسماعيل حسن بقلب شكوره واسماعيل حسن ثابت يقولوا انا سألت المولى ينفض لي شروره اسماعيل انا كنت قادر اخوض بحوره رجحت برايا قلت كدللوا هل شوره رجعت برايا قلت كذللوا هل الشهور عسأل من بيته قالوا لي ساكن في قصوره وقلت سلام لقيت بزوق يولي في سطوره عاد قال لي دخله حقي شوفي السور نوره قلت له ما الحرذاني السور كيف دخوله اسماعيل ما الحاسباله زي ولدي بدوره واسماعيل ما الحاسباله زي منعم في دوره وما شفنا الزول عديل يصغير بزوله ما شفنا الزول عديل يصغير بزوله يلبس ولدي توبة ما هو يلبس ولدي توبة ما هو عاد يلبس ولدي توبة ما هو يلبس ولدي توبة ما هو
وعاد يقول فرطاقة ما وفر لها حوله، وفي درب البنات خارج طنبوره، وعاد كمان الناس وصل يحشم بقوله انا ولد الضابط الصلب دبوره، زمن كان معاي بوريك داره، دبي بقر الحمور وسع مسوره، وقشم راحوا رد عليه عجوله، ومن قبل الفجر دوار باجوره، ويقرع في الفواكه اليوم لا طوله، وقت العيش انعدم وغلق السعور، ومرق العيش مهرش في مطموره، ده مرق العيش مهرش في مطموره، عدوك الجو التجار تحابكوله، وقالوا نادونا الصمد دايرين حضوره، نادونا الصمد دايرين حضوره، ودفعوا له الللف والفضل يهولوا، دفعوا له الللف والفضل يهولوا، عاد قايم ببغر ما سرحوا له، ده نحن جبنا له الكبار ينجودوا له، قال اللي يمشي الجيش هناك ويدخل طابوره، هم اللي فواكه وشتوله، عدوك تروح مصير وطال اندهوره، وكلامنا للجنيهين بالهزار ساكيد بقوله، كلامنا للجنيهين بالهزار ساكيد بقوله، عاد عشان برتاح لطلبي البدور، الليل اسماعيل انا الواقع له في عرضه في طوله، انا وقع بام حد زين وبجده البزور، يجي البرد يوصل بيصوله، يجي البرد يوصل بيصوله، يجي البرد يوصل بيصوله، يجي البرد يوصل بيصوله، اسماعيل لما الحسبان زي ولدي البدور، يجي البرد يوصل بيصوله، اسماعيل لما الحسبان زي منعم في دوره، يجي البرد يوصل بيصوله، يلبس ولدي توبه ما وهوله، يجي البرد يوصل بيصوله، ويقول فرطاقه ما وفر لا حوله، يجي البرد يوصل بيصوله، كمان ناس وصل بحماد يقولوا، يجي البرد يوصل بيصوله، يجي البرد يوصل بيصوله، يجي البرد يوصل بيصوله. الله يديك العافيه.